هقول منه لله المهندس حسن صقر بس، ووراه يدفين كل حاجه. ومنه لله الاستاذ مرتضى منصور برضه، الاثنين. ده بالمحكمه اللي رفعها، القضيه اللي رفعها، ومجلس الدوله طبعا. مجلس الدوله اللي مفترض الناس بعض المظلومين بيروحوا مجلس دوله يقدموا الصبح قضيه ياخدوا حكم بالليل. مساء الانوار. اخيرا استاذ مدحت، مساء الخير يا استاذ حسن. ازيك؟ ازي الصحه؟ والاستاذ محمود. وانا لا وانا لا انا بس عايز اعرف، انا طبعا ليا راي في الموضوع اللي بتتكلموا فيه ده، اللي هو بتاع اتفضل ماتش البرازيل ومصر. اتفضل. او اسف، قطر والبرازيل. اتفضل. واخد بالك؟ اذا انا قلت غلط، هو ماتش قطر والبرازيل. اتفضل. وبعدين بس عايز استفسر استاذ محمود، لان انا كنت جاي في الطريق للبلد عندي متغمر في الدايره، فسمعت وعامل ايه؟ طمنا. عامل ايه هناك؟ طمنا. ان شاء الله هكسب يا استاذ محمود. ان شاء الله. استاذ محمود قال لي مرتضى منصور منه لله. ايه؟ سمعت ان حضرتك قلت ان مرتضى منصور منه لله. طيب وما كلنا مننا لله. طبعا، بس حضرتك دي دعوه يعني طبقا لا دعوه عليك يعني. عايز اعرف بس ليه، بس مش منك لله. لا، هو الاستاذ محمود كان بيتكلم يا سياده المستشار عن موضوع ان نادي الزمالك اصبح في مرحله صعبه. كان يعني مناسبه الحوار انه اللعيبه بدات تروح تقدم طلبات شكاوى في اتحاد الكوره، عايزين يمشوا لعدم وجود امكانيات ماديه. وهو اكتر واحد عارف ان اللعيبه ما خدتش فلوس. اكتر واحد هو عارف. نعم. طيب انا برضو علاقتي ايه انا بالموضوع؟ مش واخد بالي ان انت رفعت قضيه وكنت تنازل من زمان، وما كنتش تجيب المجلس ده، وانت عارف المجلس ده من الموضوع، وانت عارف، وانت فاهم وجهه نظري كويس قوي. بس انا مبسوط اني سمعت صوتك يعني. اتفضل. استاذ مدحت، استاذ حسن، مصر مشكلتها الرجاله اللي لابسه طرح. لما تلاقوا راجل محترم، الرجاله اللي لابسه طرح، اللي بتخاف، اللي بتسيب حقها. انا راجل نجحت، تظاهروا الانتخابات ضدي في مجلس الشعب وانت عارف، ونجحت في نادي الزمالك، تظاهروا الانتخابات ضدي وانت عارف، وده النظام اللي مرتضى منصور بيقوله وكان معاه. لا انا كنت راجل، انت عارف كنت راجل قوي، كنت بدفع ثمن كلمه بقولها. فلما اكون في نادي الزمالك او في اي مكان فيه تزوير هرفع قضيه. مش عشان مرتضى، عشان يغطي الجمعيه العموميه. كون بقى ان جلال ابراهيم جلال ابراهيم راجل محترم، دي امكانياته، محدش يقدر يقول لجلال ابراهيم بيع هدومك عشان تصرف على نادي الزمالك. انما بقى لما بنقول ايه بقى؟ احنا عايزين الرجاله كل بتوع غسيل الاموال يخشوا الانديه يا استاذ محمود. ايه؟ الرجاله بتوع غسيل الاموال دلوقتي بتطلب بالمليونيرات يتحكموا في الانديه. لا اطلب من الدوله. لا ما حدش يقبل ده طبعا يا استاذ مرتضى، انت عارف طبعا. خليني اكمل بس كلامي. انت بقالك دلوقتي 5 ساعات موجود، انا هديني 5 دقايق. اتفضل. اطلب من الدوله اللي تاخد عمرو زكي من الزمالك في المنتخب، وبتاخد احمد الاحمر في اليد، وبتاخد من النادي الاهلي عماد متعب. لما لاعب من دول بينكسر، النادي هو اللي بيصرف عليه.